سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين هرمون السعادة. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة يوم عيد ميلاد ابني الكبير. حبيت إن انتوا تشاركوني تفاصيل روتين اليوم دوت وإيه اللي حصل فيه. تعالوا كده مع بعض نشوف المشهد دوت. وبجد أنا حبيت إن أنا أنزله على اليوتيوب عشان يبقى ذكرى ليا ولأولادي لما يكبروا إن شاء الله، ويشوف أدهم رد فعله على احتفالي بيه في يوم عيد ميلاده وإزاي بدأ اليوم. مش من عادة أدهم أبدا إنه بيفتكر تاريخ عيد ميلاده أو بيفتكر أي تواريخ مهمة عامة. فأنا استغليت الموضوع ده بالليل بعد ما نام نزلت جبتله بوكيه الورد وسبته برا، والصبح فاجئته بيه وأنا بصحيه علشان يروح المدرسة. فاجئته ببوكيه الورد ده، وتعالوا كده نشوف رد فعله كان عامل ازاي. أدهم أدهم يا أدهم أدهم يا أدهم، قومي حبيبي. كل سنة وانت طيب، النهاردة عيد ميلادك. والله العظيم. خدي حبيبي. طيب هنا برضو كنت مفاجئاه بان انا عملت له فيديو مجمع بتهنئة من خالته ومن خاله واولادهم، بما انهم ساكنين في مكان بعيد شوية وما كانش ينفع ان هم يحضروا عيد الميلاد. عملت له الفيديو دوت، والحمد لله اتبسط بيه قوي. قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الفيديو والموضوع المهم اللي كنت عايزة أكلمكم فيه النهاردة، بفكركم ونفسي بقراءة سورة البقرة كل 3 أيام. ربنا يبارك في بيوتكم جميعا ويطرد منها الشياطين ويرزقكم البركة في حياتكم. وتاني حاجة، ما تنسوش دايما وأولادكم لو عندكم أولاد بيروحوا المدرسة تكتبوا لهم في ورقة صغيرة، تحطها لهم في اللانش بوكس أو تحطها لهم في الشنطة، تكتبوا فيها: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. إن شاء الله مع الوقت وكل ما يكبروا هيفهموا معنى الجملة دي كويس. الجملة دي هتترسخ في عقلهم الباطن، وهيقدروا يفهموا الجملة دي معناها ايه لما يكبروا، وإن شاء الله تكون دايما حماية ليهم في أي وقت عينيهم تقع فيه على شيء إباحي أو صورة مش كويسة أو مشهد مش كويس على السوشيال ميديا. وربنا يحمي أولادنا جميعا يا رب. موضوع مهم بقى، عايزاكوا تشاركوني رأيكم لو انتوا أخدتوا بالكم من انتشار الظاهرة دي ما بين أولادنا وما بين الجيل اللي موجود حاليا ولا لأ. هو عدم تحمل المسؤولية وعدم تقدير الحاجات المادية اللي الأب والأم ممكن يكونوا بيجوا على نفسهم جامد علشان يوفروها لأولادهم. يعني هديكم مثال بسيط، مثلا ابنك هيفضل يزن عليك ويقولك: يا بابا أنا عايز تابلت، يا بابا عايز تابلت. طبعا التابلت ده بألافات، أو سي مثلا بلاي ستيشن أو إكس بوكس، أي حاجة من الحاجات دي اللي الأولاد بيحبوها. ممكن الأب يعمل جمعية علشان يجيبها أو يقعد يحوش من مرتبه كام شهر علشان يقدر يوفرها لابنه. وبعد ما الحاجة بتيجي بيكون في إهمال باين جدا من الأولاد وعدم تقديرهم للحاجة اللي انت تعبت علشان تقدر توفرها لهم. أي حاجة بقى، يعني أنا اديت أمثلة بسيطة. طيب أنا بلاحظ حاجة ممكن تكون سبب اللي وصل أولادنا لعدم تحمل المسؤولية وعدم تقديرهم للحاجات المادية اللي احنا بنتعب علشان نوفرها لهم. هي أولا ثم أولا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، الصور اللي بتنزل عليها لأصحابهم
على الإنستا أصحابهم بينزّلوا صورهم، صور أعياد ميلادهم، صور الهدايا اللي بتيجي لهم، صور الحياة اللي هم عايشينها، اللي عايشينها على طول على السوشيال ميديا، بتخلّي الولاد دايمًا بيقعدوا يقارنوا. هو ما بيبصش مثلا بابا تعب قد ايه علشان يوفر لي الحاجة دي، قد ما هو بيكون مركز على حاجة واحدة وعقله الباطن جواه صوت واحد ده. طب ما انا صاحبي الفلاني عنده احسن من ده، طب ما أنا صاحبي الفلاني عنده الحاجتين، عنده البلاي ستيشن وعنده الإكس بوكس وعنده تابلت وعنده. بيفضل دايما الولاد عندهم مقارنة ما بينهم وما بين غيرهم. ده غير انتشار ظاهرة في المدارس إن الولاد بتتنمر على بعضها. يعني أنا ابني كان بيجي مرة يقول لي يا ماما ده فلان صاحبي بيسألني بيقول لي هي عربيتكم نوعها ايه، أصل احنا عربيتنا نوعها كذا. وبيقعدوا يسألوا بعض على البراند بتاع الشوزات بتاعتهم، وانت بتجيب لبسك منين وانت بتجيب شنطك منين. الظاهرة بقت منتشرة قوي، وخلت ولادنا ما عندهمش اي تقدير لأي حاجة بنعملها لهم مهما احنا تعبنا فيها. موضوع المقارنات، موضوع المغالاة اللي الأهالي بقت بتعمله كمان مع أولادها. يعني معظم الجيل بتاعي أنا لما اتجوزنا بقى كل واحد حاطط في دماغه إنه لما يخلف مش هيحرم ولاده من أي حاجة، عايز يحميهم من أي ألم نفسي ممكن يجيلهم أو يتسلل لنفسيتهم نتيجة إن أنا هقوله مثلا أنا مش هقدر أجيب لك الحاجة الفلانية. لا، كلنا حاطين في دماغنا ده احنا نتشقلب كده ونجيب لهم كل اللي نفسهم فيه. كل دوت عمل أثر سلبي عليهم في إن احنا وصلناهم لمرحلة عدم تقدير ومرحلة عدم تحمل مسؤولية. أفتكر إحنا زمان لما كنت بطلب مثلا حاجة من بابايا وكان يجيبها لي كنت ببقى طايرة في السماء، والحاجة دي كان ممكن كده يعني أعمل لها متحف كده وأحطها فيه ومحدش يقرب لها وأفضل محافظة عليها إلى ما لا نهاية. يعني أفتكر كل لعبة من لعبي اللي كانت عندي أنا فضلت محافظة عليها بال10 سنين، وفي حاجات عندي لحد دلوقتي وأنا داخلة على ال40. أنا يعني خلاص فاضل لي سنة وهتم 40 سنة، وعندي حاجات من لعبي أنا شايلاها في الميموري بوكس بتاعي محافظة عليها لحد دلوقتي. ولادنا ما عندهمش الموضوع ده خالص، قصة ان احنا على طول بنشتري لعب، كل اسبوع عايزين يروحوا يشتروا لعب، كل شوية عايزين يروحوا يشتروا حاجات جديدة. لما ال availability او ان كل حاجة متاحة بالنسبة لهم وصلتهم لمرحلة اللامبالاة، مرحلة الإهمال، مرحلة إن لو حاجة باظت مش مشكلة هيجي غيرها. المقارنات بقت شديدة جدا جدا ما بين أولادنا. محتاجين كلنا نعمل وقفة معاهم، نعمل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. ودي أكتر مرحلة احنا محتاجين فعلا نعمل وقفة مع نفسنا ونشوف الحاجات اللي احنا بنوفرها لولادنا من غير حساب وصلتهم لإيه والمفروض نربيهم إزاي. يعني مع الظروف الاقتصادية اللي احنا كلنا عايشين فيها، اللي كان دخله 5000 علشان يقدر يعيش في نفس المستوى اللي كان عايش فيه وهو دخله 5000 محتاج يبقى دخله دلوقتي 15000، واللي دخله 10000 محتاج يبقى دخله 30000. كل الجاب اللي حصلت في الأسعار والغلا اللي احنا واجهناه كلنا مرة واحدة خلانا نعمل وقفة مع نفسنا ومع أولادنا وطريقة تربيتنا ليهم، وإزاي نقدر نفهمهم إنه ما ينفعش أبدا أبدا إن إحنا نقارن نفسنا بأي حد، وإن الصور اللي موجودة على السوشيال ميديا دي كلها أو معظمها صور فيك. الناس بتصور الفرحة لكن جوه نفوسهم إيه الله أعلم. محتاجين ان احنا نحسس ولادنا بقيمة الحاجات دي. يعني قبل ما تجيبي لابنك اي حاجة هو نفسه فيها لازم يكون فيها مقابل. يعني انا مش هقدر اجيب لك كذا الا لما مثلا تحسن درجتك في المادة الفلانية اللي انت جايب فيها درجة مش كويسة.
لازم يكون في مقابل. أنا مش هاقدر ألتزم معاك وأوعدك إن أنا هاجيب لك الحاجة الفلانية غير لمّا تهتم بنضافة الأوضة بتاعتك وترتيب دولابك. لازم يبقى في مقابل لكل حاجة بنوفّرها لهم، وإلا في الآخر النتيجة واحدة، والنتيجة أكيدة هي إنسان ما عندوش أي تحمُّل للمسؤولية. فاكرين يا بنات أعياد الميلاد بتاعة زمان؟ كانت كلّها بسيطة قد إيه، كنا بنعمل التورتة في البيت وما كانتش بتبقى الكيك بتاعها ما كانش سبونج ولا حاجة، هي كيكة عادية جدًا وبنحط عليها الكريم شانتيه وكنت بافضل واقفة جنب ماما وهي بتعملها خطوة بخطوة وطايرة، طايرة بالتورتة اللي ماما عملتها لي، اللي ماما وقفت في المطبخ وتعبت وقعدت بالساعتين عمّالة تعملها وتزوّق فيها وتجهّزها لي، وعملت جنبها البسبوسة وعملت جنبها أي حلويات تانية علشان نقدّمها للضيوف ونقدّمها للناس اللي هتيجي، المشروب اللي كنا بنقدّمه جنبها سواء كان بيبسي أو عصير، وكل حاجة كانت بتتعمل في البيت كانت بتبقى من أحلى أعياد الميلاد. دلوقتي نيجي نشوف الناس كلّها بيحجزوا قاعات علشان يعملوا أعياد ميلاد، بيحجزوا أماكن في نوادي علشان يعملوا أعياد ميلاد، ويأجروا ترامبولين بآلافات علشان الساعتين دول علشان الولاد اللي هييجوا واللي معزومين في الفرح يلعبوا ويتبسطوا وتبُص تلاقي عيد الميلاد اتكلّف تكلفة رهيبة 7000 و10000 جنيه. تخيّلي أنتِ بقى لمّا تعملي له عيد ميلاد كده بسيط في البيت، وتعملي تورتة في البيت، الموضوع يكون أبسط من كده، هل هو فعلًا هيحس بفرحة بعد ما راح عيد ميلاد صاحبه اللي عامله في نادي والّا اللي عامله في مكان برّه وشاف فيه كل الحاجات دي؟ هو كطفل مش هيحس بقيمة الحاجة اللي انتِ تعبتِ انتِ وباباه علشان تعمليها له على قد ظروفكم وعلى قد إمكانياتكم. محتاجين من والأطفال صغيرين إن إحنا نزرع جواهم مبدأ عدم المقارنة، مبدأ عدم الانبهار، الانبهار مضيّع ولادنا كلنا، السوشيال ميديا والصور اللي موجودة عليها والحفلات اللي بتتعرض عليها مخلّي عندهم انبهار بكل حاجة وفي نفس الوقت عدم رضا بأي حاجة بتتقدم لهم. محتاجين نقعد معاهم ونوعيهم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. محتاجين إن إحنا نحكي لهم قصص من القرآن زي قصة قارون. طبعا كلنا عارفين قصة قارون. بس بالنسبة للأطفال في قناة على اليوتيوب اسمها ATA Animation. ATA Animation بتنزل قصص أكتر قصة عجبتني جدا جدا وكانت حلوة جدا والأولاد كمان اتعلقوا بيها. يعني أنا عندي أولاد أصغر عندهم 4 سنين ونص كل يوم يقولوا لي يا ماما شغلينا قصة فرعون وسيدنا موسى وقدروا يفهموها ويستوعبوها لأنها بالأنيميشن بالكرتون وبسيطة. وطبعا انتي بتبقي قاعدة معاهم بتحاولي تبسطي لهم المعلومة أكتر وأكتر. القناة دي كمان كانت عارضة قصة قارون اللي كان بيعدي وسط قومه وكانوا بيقولوا إنه لذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقد إيه كانوا منبهرين بقارون، لكن نهايته كانت إيه؟ ربنا كان غضبان عليه. ده مش معناه طبعا ان انت لو ان كل الناس الاغنياء وحشين او الناس اللي معاهم فلوس وحشين، لا طبعا. في ناس أغنياء ومعاهم فلوس لازم برضو نوصل لهم الأفكار الصحيحة دي، لكنهم بيتقوا الله وبيساعدوا الناس الفقراء. وفي الأول وفي الآخر الرزق ده هبة من عند ربنا، الرزق ده ربنا مقدره لكل واحد. فخلاص يعني انت بقى كل واحد بيعيش على قد الرزق اللي ربنا اداهوله. زي ما ربنا قال في القرآن ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نحاول دايما نرسخ الأفكار دي في مخهم لأن بجد الفتن حواليهم رهيبة وكتيرة وصعبة عليهم.
ساعات باعذرهم، يعني ساعات باعذر ابني اللي بييجي يقول لي طب ما صاحبي فلان عنده كذا، طب ما أنا رُحت عند بيت فلان ولقيت عنده وعنده وأنا ما عنديش. الفتن كتيرة أوي حواليهم، يدخل على السوشيال ميديا بيلاقي صور صحابه جايبين وعاملين ورايحين وسافروا وراحوا وجُم. محتاجين إن إحنا نحاول ن ن نصحّح الحاجات دي جوّه مخّهم من دلوقتي، لإن الموضوع عمّال يزيد فترة بعد التانية. الناس عايشة حياتها كلّها على السوشيال ميديا، اللي بيجيب عربية، اللي بيسافر، اللي بيروح، اللي بيتفسّح. فمحتاجين إن إحنا نحميهم على قد ما نقدر، ونفهّمهم إن إحنا جايين الدنيا دي لفترة معيّنة ربنا بيختبرنا فيها. ننبسط وكل حاجة، لكن انبساطنا ده يكون على قد إمكانياتنا. ننبسط وكل حاجة وما ننساش الناس الفقرا، ونقارن دايمًا نقارن نفسنا دايمًا باللي أقل مننا مش باللي أحسن مننا. الحمد لله خلّصت الحاجات بتاعة عيد الميلاد، عملت له تورتة بسيطة مكوناتها كلّها أنا هاكتبها لكم في صندوق الوصف، بس بجد طعمها تحفة. الصوص بتاع الشوكولات من فوق جميل جدًا، هاكتب لكم طريقته. وعملت له سلطة الcoleslaw بطريقة كنتاكي بالضبط، طالعة طعمها زي بتاعة كنتاكي بالضبط. وكمان سلطة البطاطس الchicken strips اللي بيحبها، أو الأولاد كلّهم بيحبوا الchicken strips أوي. جرّبت طرق كتيرة أوي ودي أنجح طريقة طلعت معايا. اسمعوا كده صوت القرمشة رهيب. لو سِبنا أولادنا لمواضيع المقارنة وسِبناهم ينجروا ورا الانبهار بكل حاجة حواليهم، هيوصلوا لمرحلة من مراحل عدم الرضا، هيوصلوا لمرحلة من مراحل اليأس. ودايمًا هيبقوا مش راضيين عن حياتهم وهييجي لهم اكتئاب. لازم نحاول نحميهم من دلوقتي ونوعّيهم. وكمان نحاول دايمًا يكون عندنا بساطة و في الاحتفال بأي حاجة، ونركّز دايمًا على الحاجات المعنوية أكتر من المادية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، هاستنى تعليقاتكم ورأيكم في الموضوع، وهاكون مبسوطة وشاكرة ليكم جدًا، جدًا بكل تعليق هتكتبوه وهتشاركوني في رأيكم. يا رب يومكم سعيد ومليان high dose من هرمون السيروتونين، هرمون السعادة. مع السلامة.